هل لو بصيت على علاقاتك السابقة هتلاقي نمط متكرر، هو ان انت دايما بتدخل في علاقات مع ناس حياتهم بايظة او عندهم مشاكل كبيرة او بيمروا بأزمة جامدة؟ هل فكرة ان انتي شعاع الضوء الوحيد بالنسبة له، او انتي الحاجة الوحيدة اللي بيصحى عشانها، او انتي الحاجة الوحيدة الحلوة في حياته، دي فكرة بتسعدك او بتحسسك بنوع من الاكسايتمنت او الساتسفاكشن؟ اوقات الناس بتفسر ده بحاجة اسمها savior syndrome او متلازمة المنقذ، بس دي بتنطبق اكتر على نمط من التصرفات في الحياة عموما ومع كل الناس، انك طول الوقت عايز تنقذ كل الناس وتصلح حياة كل الناس وتحل مشاكل كل الناس. لكن لما بيكون ده الاختيار في العلاقات الرومانسية تحديدا وبشكل الى حد ما اكستريم، بيكون ليها تفسير مختلف وان كان غير متناقض. الدافع اللاواعي اللي ورا الاختيارات دي في العلاقات احيانا كتير بيكون fear of abandonment او الخوف من التخلي، والمنطق المستخدم هنا عند الشخص ده وبشكل غير واعي هو ان لو انا الحاجة الحلوة الوحيدة في حياة الطرف التاني، لو انا الحاجة اللي مصبراه على الدنيا واللي بتديله امل في الحياة، يبقى استحالة يسيبني. وكأن شكل العلاقة دي بيطمن الخوف الدفين ده عند هذا الشخص، وده طبعا اطمئنان غير سليم، لان العلاقات دي غالبا ما بتكون غير صحية وبتنتهي بالفشل. السبب الغير واعي التاني اللي احيانا كتير بيكون ورا هذا الاختيار هو اعتقاد انه اذا حب الطرف التاني ده ليا كان دافع كافي انه يتغير تماما ويغير حياته وينصلح حاله بعد ما كان طول عمره ضايع او حياته بايظه بقالها سنين، ده معناه بالنسبه لي انه حبه قوي وكبير، وده دليل على اني اتحب جدا. وكأن ده هيداوي جرح الاعتقاد الغير واعي اني مش كفايه واني ما اتحبش، فكره اني I'm not good enough او I'm not lovable اللي بتبقى موجوده عندنا في السبكونشس مايند من الطفوله بسبب رسائل وصلت لنا بالمعنى ده، وإن كانت أحيانا كتير غير مقصودة بس إحنا بنفسرها كده. الخوف ده the fear of abandonment والأفكار دي I'm not good enough I'm not lovable مرتبطين ببعض، والاتنين مرتبطين بنمط التعلق القلق. علشان كده أغلب الناس اللي بيلاحظوا تكرار النوع ده من الاختيارات في علاقاتهم لما بيكتشفوا نمط التعلق بتاعهم بيطلع نمط التعلق القلق. وعلاج كل ده، الخوف من التخلي والأفكار السلبية عن نفسنا، هو نفسه علاج نمط التعلق القلق وتغييره إلى نمط تعلق آمن.